فالمركزيه جاءت واخد بال حضرتك في الاتجاه العلمي. بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كره معلقه ومظلمه. ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كره مظلمه معلقه، من الذي علقها؟ هو يريد أن هو أرمسترونج. وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض. كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم أخفوه. أخفوه لماذا؟ يعني الأمور تتبع يعني مقاصدها يعني إخفاؤه دعنا نقول أنه له دلالة مثلا، له دلالة كبيرة جدا. لسبب لأن هذا البيت العتيق، يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجة. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة فوجدوا انه خارج من مكة، وبالتركيز وجدوا انه خارج من الكعبة. الله. هذا ما ذكر وله تأثير. ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى، يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر، فقالوا ان طول الموجة اللي احنا عارفينها او قصر طول الموجة اللي احنا عارفينها هذا الشعاع له خاصية محددة. تمام. وهو انه مستمر الاسباب، لانه كما اعتقد انه يصل هذا الشعاع او يربط الكعبة المشرفة بالبيت المعمور. لو انت عندك قطب شمالي قطب جنوبي، في النص في منطقة اسمها منطقة التعادل المغناطيسي. لو حطيت فيها إبرة مغناطيسية لا تنحرف. يعني السحب هنا وهنا واحد. ايوه، يبقى دي بيسموها منطقة الزوال المغناطيسي التي ليس فيها خطوط قوة مغناطيسية. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكة، اللي عايش في مكة المفروض يبقى أطول عمرا وأكثر صحة وأقل تأثيرا بالجاذبية الأرضية، وبالتالي عندما تطوف أنت تشحن. معلش، سبحان الله. أيوه، هذه حقيقة، هذه حقيقة للبعد عن لأنك أنت لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسية الأرضية في هذه الحالة. وهناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. هذا كلام حقيقي. أقدم الصخور. أيوه. وهذا أثبت علميا. علميا وبحث منشور، وليس أخذوا صخور بازلتية من مكة وشافوا المناطق اللي بتتكون لنا. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية.